ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ اهلا وسهلا بيكم في قناة فكرتنا في مطبخنا مع افكاري الجديدة ووصفاتي المتنوعة. النهاردة عملت معاكم البطاطا بطريقة جميلة جدا ومختلفة، حاجة كده بعيدة عن التقليد. عملت معاكم البطاطا بالكاستر. مستغربين ليه؟ وطعمها بجد خرافي. جربوها ومش هتندموا، بجد شكلها تحفة جدا زي ما انتم شايفين كده. يلا بينا اقول لكم. طبعا يا حبايبي هنا معايا مقدار من البطاطا غسلاه ومقشراه زي ما انتوا شايفين كده ومقطعاه، ومعايا كوباية مية. وصفتنا سهلة وبسيطة. فضيت البطاطا كده في حلة، وهحط عليها كوباية المية واولع عليها النار، اسيبها لحد ما تتهرس خالص وتستوي. اتقلكوا تاني يا حبايبي بعد ما البطاطا استوت. معايا كوبايتين لبن وكوباية سكر زي ما شايفين كده. حطيت اللبن، كوبايتين لبن، وهحط على اللبن الكاستر زي ما انتوا شايفين كده. هملى معلقة كاستر كبيرة، وهحط السكر. السكر طبعا حسب الرغبة اللي انتوا بتحبوها. وهحط البطاطا واضرب الخليط كله في الخلاط. خطواتنا النهاردة سهلة وبسيطة جدا. هضرب الخليط يا حبايبي وهرجع اوريهولكوا تاني واكمل معاكم. كده الخليط بعد ما ضربته حطيته على النار، وهبدأ اضرب فيه كده بالمضرب. ايدي تبقى فيه على طول لان احنا حاطين الكاستر، والكاستر هيخلي الخليط بتاعها يتقل. زي ما انتم شايفين كده انا مولعه النار على البطاطا، وبفضل اقلب فيها لحد ما اوصل للقوام اللي احنا عايزينه. وده كده يا حبايبي القوام اللي احنا عايزينه. تقل معايا زي ما انتم شايفين كده. شايفين تقل ازاي؟ هبدأ بقى احط في الاطباق. كده يا حبايبي انا حطيت البطاطا في الاطباق. ابدأ بقى احط مكسرات، انتوا اي حاجة تقدروا تحطوها. انا حطيت فول وزبيب وجوز هند. بجد جربوها بالطريقة دي ومش هتندموا، طعمها تحفة بجد. كنت عملت معاكم برضو في القناة قبل كده بطاطا بالكريم كراميل. اتمنى ان انتوا تروحوا تشوفوا الفيديو وتعملوا الوصفتين وتجربوهم وتقولوا لي رأيكم في التعليقات. وحقيقي بجد لو بتتفرجوا لاخر الفيديو شكرا ليكم. شايفين شكلها جميل ازاي؟ بجد حاجة كده تحفة جدا. كده يا حبايبي رجعت لكم تاني بعد ما طلعت من التلاجة. انا قعدتها في التلاجة حوالي ساعة، ساعة الا ربع. هي ما بتكملش. شايفين بقى كده؟ شايفين بقى طلعت سليمة ازاي ومسكت نفسها؟ بجد تحفة وطعمها تحفة. جربوها لاولادكم مش هتندموا. متنسوش بقى تشتركوا في القناة وتحطوا لايك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من وصفاتي الجديدة. ومع السلامة.